يعني يتحكم الرجراجي في قرار نهاية علاقته بالمغرب. وطبعا كاس العالم سؤال الرجراجي، عايز اتكلم عن نقطه هنا. انا واحد من الناس اللي بحب الرجراجي جدا، يعني واحده من نقاط ضعفي بالنسبه للكره المغربيه انه حتى رغم تراجعه احيانا في بعض المباريات انا بشوف ان الراجل ده عمل اكتر بكتير من اي اسهم نقد. يعني مفيش شك. هو على موعد مع حدث تاريخي انه يبقى خد كاسين عالم مع المنتخب المغربي ان شاء الله يعني. والرجراجي مساله البنى الموجوده في المغرب هو ملوش علاقه بس بالمنتخب الاول، هو بيتحكم تقريبا في كل حاجه ليها علاقه بكره القدم المغربيه، من اقناع اللاعبين بتمثيل منتخب المغرب، بالاشراف بشكل فعلي على المحترفين، برؤيه قواعد الناشئين، وكان في بعض الخلافات في وجهات النظر بينه وبين عصام الشرعي في وقت سابق. يعني هو متحكم في اغلب الامور. يعني يتحكم الرجراجي في قرار نهايه علاقته بالمغرب، صح كده؟ والله وارد. شوف اللي هو وصل ليه الرجراجي دلوقتي، خلينا نحط يعني نمشي واحده واحده. اول حاجه اللي عمله الرجراجي مع المنتخب في كاس العالم انجاز غير مسبوق، مش بس للمغرب، انجاز غير مسبوق للكره الافريقيه بشكل عام. ملاحظه ما بين قوسين انه بعيدا حتى عن الرجراجي، انا بشوف ان المنتخب المغربي اكتر منتخب في افريقيا مع المنتخب ممكن غانا ونيجيريا، وبدرجه اقل الكاميرون، هم دايما اقرب منتخبات لكسر الحواجز الافريقيه في كاس العالم. لما نيجي نرجع للتاريخ بشكل سريع جدا هنلاقي انه المغرب اول منتخب في تاريخ افريقيا تجاوز دور المجموعات في كاس العالم، ده سنه 86 في المكسيك، بل تصدر مجموعه فيها انجلترا والبرتغال. وفي كاس العالم احنا بقى جيلنا شاف كاس العالم 98 وشفنا قد ايه المغرب مع صلاح الدين بصير وحجي وغيرهم قدموا مستويات استثنائيه، وكان حق ربنا يعني يتاهل للدور الثاني ويلعب ايطاليا بدل ما نيجيريا تلعبها وقتها اسكتلندا، او قصدي النرويج هي اللي عدت المجموعه مع البرازيل. فالمغرب على مدار تاريخ كاس العالم هو منتخب عالمي اكتر منه افريقي. يعني في كاس افريقيا بيعاني كثيرا، لكن في كاس العالم بيبان معدنه المختلف. الرجراجي دخل في المنظومه دي وتفاعل معاها بشكل ايجابي واضاف ليها كمان، دي نقطه مهمه، انه ما عملش حاجه من الصفر، لا ده هو بنى على منتخب قوي ومنتخب عنده ارث كبير في كاس العالم، كسر بيه الحواجز ووصل الى دور نصف النهائي. بعتقد ان ده هيخلي الرجراجي، تخيلي الشخصي، انا حتى كنت بشبهه في بعض الجلسات بانه اصبح اشبه ببيب جوارديولا افريقيا. من ناحيه ايه؟ السنه دي بيب جوارديولا بيقدم موسم سلبي جدا مع مانشستر سيتي، بس هل تجرؤ اداره مانشستر سيتي على اقاله بيب جوارديولا؟ مستحيل، لانه هو اللي صنع تاريخ النادي الحديث بمعنى اصح. فبالمعنى او بالمنطق هنا الرجراجي هو او جوارديولا هو اللي هياخد قرار رحيله عن مانشستر سيتي. بالمقابل جوارديولا انا بحس، او رجراجي بقى، اعتقد انه باللي وصل بيه في كاس العالم واللي منتظر انه يحققه في كاس الامم الافريقيه، وانا اتكلمت الاسبوع اللي فات معاك هنا انه هو في اختبار صعب طبعا وحقيقي، لانه المغرب كلها بتطالب الرجراجي بتحقيق كاس الامم الافريقيه. خلينا نتخيل انه الرجراجي حقق كاس الامم الافريقيه او قد قدم اداء استثنائي في كاس الامم الافريقيه ولم يوفق مثلا في المباراه النهائيه. بعتقد انه قرار بقاء الرجراجي من عدمه واستمراره في المنتخب، انا بحس انه مع الوقت ممكن يصبح في ايد الرجراجي اكتر من اي حد تاني، بحكم ده اللي انا حاسه، بحكم اللي صنعه وبحكم اللي بناه، خصوصا انه مدرب، انت في النهايه مدرب قادر يتواصل مع اللعيبه، مسيطر على اكتر من منتخب، بيتعامل مع ملف اللاعبين اللي هم عايشين في اوروبا بشكل جيد جدا، مدرب كمان متعلم كويس، خد بالك راجل. وغير كده يعني هو عنده الصعب اللي في الكوره انك تكون نجحت جوه البلد، فانت عارف اللعيب المحلي اللي عندك في الدوري بيفكر بالزبط ازاي، وعندك نشأة خارجيه فانت عارف المحترف اللي بره بيفكر ازاي، وازاي تستقطب حد من بره علشان يكون موجود عندك، وازاي تقدر تلعب مباريات كبيره قدام منتخبات اكبر، وازاي يكون عندك التحفيز. هو عنده باكج شبه مكتمل، حاله فعلا. ربما احيانا يعني ناس بتشبه ده انه ساعات الاوفر ثينكينج او ساعات الغطرسه ما بين قوسين ممكن نسميها كده، لكن انا بشوفها من ناحيه ثانيه انه لازم المدير الفني من حقه يجرب. طبيعي يعني بيكون عنده بعض التجارب الفاشله، لما يكون عندك 12 13 مباراه على مدار السنه تخفق في 2 3 عادي جدا. عادي جدا. وهو رجراجي مش الخطر اللي بيحوم حواليه دايما هو مش خطر مبني على المباريات المتعلقه بالتصفيات. هي المشكله في كاس الامم الافريقيه اللي المغرب عنده مشكله معاها تاريخيه، لكن انا معاك تماما ان هو وصل الى مكانه تسمح له ان هو اللي يقرر الاستمرار دائما من عدمه. طيب